السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ رب تكونوا بخير. يلا نشوف النهارده غدانا هنعمل ايه. انا معايا فرخة كاملة وركين وصدرين، خلياهم من العظم وخلياهم من الجلد ومقطعاهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده، طبعا بعد غسيل ونقع والكلام ده كله. خلاص، دول وركين وصدرين. عايزه تعملي الاكله ديت بوراك بس اللي يعجبك، بصدر فرخه واحد اللي يعجبك الموجود اعملي. عندك مشروم من غير فراخ خالص برضو يمشي، ما عندكيش ولا مشروم ولا اللهم صل على النبي ولا فراخ ولا مشروم ولا فراخ، تتعمل خالص وتبقى برضو في منتهى الجمال. معانا مكرونه هنعملها النهارده بالصوص الابيض، معانا لبن، معانا مكرونه، معانا جبنه موزاريلا، اي جبن عندك حطي، شويه قشطه، شويه لبنه، شويه اللهم صل على النبي، شويه جبن، اي نوع جبن. مفيش جبن برضو تمشي. بس البطل النهارده بتاعنا الصوص اللي هنعمله الجميل. همسك بس الفراخ ديت هنعملها دلوقتي بطريقه جميله ونجهزها عشان خاطر نبتدي في الغدا بتاعنا الجميل النهارده. طريقه المكرونه دي بتبقى حلوه جدا في الصيف، بتبقى خفيفه وجميله. يلا بينا على البوتاجاز. يلا ورجعنا لكم تاني على البوتاجاز. بسم الله. دي الميه اهي حطيناها للمكرونه، واخدين بالكم. ودي بقى الطاسه اللي هنعمل فيها الفراخ. هننزل، عندك زبده مشي الموضوع عادي، عندك زيت عادي خالص. احنا هنعملها بمعلقه سمنه بلدي كده، واخدين بالكم. وهننزل بالفراخ مش هنقلب عشان ما تنزلش ميتها. حطينا ملح وهنحط فلفل اسود وبشرة من جوز الطيب وبشرة من جوز الطيب كده. اهي هنقلب لحد ما تاخد لون، نرجع لكم تاني نوريها لكم. استنوا، ورجعنا لكم تاني. طبعا انا حطيت نص معلقه خلطه فراخ ونص معلقه بابريكا. دي ما كانتش كانت بره الكاميرا يعني. شايفين بقى؟ سامعين الشكشك ديت كده؟ استوت وبقت زي الفل. يبقى حطينا نص معلقه بابريكا، نص معلقه خلطه فراخ، ملح، فلفل اسود وسمنه، ونزلنا على طاسه سخنه، خليناهاش تكب تنزل ميه ولا اي حاجه. وكده نشفت، مفيش غير دلوقتي الميه اللي نزلت منها او ايا كان استوت وشربت ميتها. شايفين اللي في القاع دلوقتي ده السمنه اللي احنا حطيناها. سيبها دقيقه كده تاخد لون، وكده خلاص فراخ جهزت. كمل باقي اكلنا اوريهولكوا. استنوا، رجعنا لكم تاني. شايفين المكرونه؟ طبعا انا عامله نوعين مكرونه. حابب عايزين تعملوا مكرونه سباكيتا بس اقلام، تبقى جميله جدا برضو بالاقلام. المكرونه الشرايح طبعا بتنزلوا المكرونه فيها يعني ناقصه سوا شويه كده، حاجات بسيطه. خلاص، شايفين الجمال؟ يلا هنصفي المكرونه ونعمل اخر وصفه للمكرونه بتاعتنا. استنوا. يلا بقى نعمل الصوص الابيض. طبعا لو في زبده يبقى افضل، بس طبعا انا شغاله بسمنه بلدي، فما يعلاش على ما يعلاش على السمنه البلدي. هنمسك 4 معالق هرميه من الدقيق،
ونشوح فيهم كده. هندي للدقيق كده تقلبتين كده لحد ما لونهم كده ايه ريحتهم تطلع، ونرجع لكم تاني. كده الدقيق خد تحميصه ولونه زي ما انتم شايفين لونه اتغير وريحته طلعت وخد تحميصه. التحميصه ديت لازم عشان الدقيق يكون استوى، واخدين بالكم، عشان ما يبقاش ني في قلب الصوص. مش هنجيبه كده على جنب، نوسع كده، وهنحط حبة سمنة تاني كده للتومة اللي هننزلها. وهننزل معلقة تومة كبيرة. التوم ده بقى مش عايزينه ياخد لون عشان ما يغمقش في قلب في قلب الصوص، لان احنا بنعمل مكرونة الصوص الابيض. وهنديله بقى تشويحة كده، ونخلط كله كده على بعض. ايه رايكم في الجمال والروايح الجميله؟ ما شاء الله، اللهم بارك. ريحه التوم طلعت كده. ننزل بالحليب بتاعنا. وانا جايبه 2 كيلو حليب، وطبعا كل واحد على حسب مقدار المكرونه اللي هو عاملها. هنسيبه كده ياخد تحميصه كده مع الدقيق. ننزل بواقي السمنه كده، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنفضي الحليب. ادي كيلو، وادي كيلو. عندك بقى شوية قشطة، عندك لبنة، عندك زبدة، اي حاجة عايزة تحطيها حطيها. خلاص. طبعا هنقلب الكلام ده كله كده عشان خاطر مش عايزين تكتلات. وهنسيبه لما يسخن شوية نقول لكم هنحط عليه تاني. استنوا. رجعنا لكم. طبعا انا لقيت الطاسة صغيرة، اللبن لو غلى طبعا هيبهدل الدنيا، فاحنا وسعنا على روحنا. دلقت كل المقادير تاني في الحلة ديت، وهنكمل تشغيل فيها. كده اللبن سخن شوية. هنضيف له ايه بقى؟ هنضيف له شوية ملح. اعملي حسابك ان الفراخ فيها ملح. وهنضيف له شوية فلفل اسود. وهنضيف له شوية جبنة، طبعا الجبنة الموجودة عندك. ونديها بقى تقليبة كده. الصوص بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. اول ما هيغلي كده يكون خلص. نركب كل بقى المقادير بتاعتنا على بعضها كده. المكرونة الصوص الابيض خلصت. عملنا الفراخ وسلقنا المكرونة، وادي الصوص اهو. اعتمدوها في الصيف للناس اللي بتحبها يعني، وبتبقى جميلة وخفيفة عن المكرونة المصلصة. طبعا دي ليها اكلها ودي ليها اكلها. شايفين بقى المطة؟ بصوا الجبنة بقى بتعمل مطة كده. بصوا لسه كل ما بتسخن كل ما الجبنة دي بتسيح، وبيحصل زي مطة كده في قلب في قلب الصوص. طبعا ما عندكيش مقدرة ان انت تجيبي مثلا لبن كتير، ممكن نص كيلو لبن او كيلو لبن، وتكملي بمية سليق المكرونة. بتبقى جميلة وناجحة جدا. انا لو عوزتي دلوقتي تاني ولقيت ده مش هيقضي، طبعا عشان اسلق مكرونة كتير هاخد من سليق المكرونة. انا شايلة يعني لما جيت اصفيها شايلة شوية. يلا نرجع لكم شوية كده لما اللبن. ورجعنا لكم تاني. طبعا كل حاجة كده مستوية، المكرونة مسلوقة، بس ما تشطفيش المكرونة بمية افضل يعني. نحط بقى كده قطع
الفراخ والوراك المخلية ومعمولة بالطريقة ديت. عندك مشروم حطي، ما عندكش فراخ ولا مشروم اعمليها كده وعادي خالص من غير اي حاجة. وهننزل بالصوص برضو تخفيف وتقيله براحتك خالص وبمزاجك زي ما تحبي. وهنقلبها طبعا بالطريقة دي. بسم الله ما شاء الله. وبتتقدم تبقى طعمها تحفة وبتبقى جميلة جدا. طبعا في احدى المحلات بتبقى غالية ما شاء الله، بتروحي بتجيبي الوجبة بالشيء الفلاني والولاد يروحوا يشتروها غالية، وهي بتتعمل سهلة ومقاديرها بسيطة. ليه بقى نحن نشتريها من بره بالغلا؟ نعملها في قلب البيت بسم الله ما شاء الله الطريقة اللي انا وريتها لكم. هنقلب تاني ونرجع نقدمها لكم بقى بعد ما اقلبها. استنوا. ورجعنا لكم تاني. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الجمال والعظمه؟ اللهم صل على النبي. احلى مكرونه بالصوص الابيض، جربوها هتعجبكم. مزازه التوم فيها والقطع الفراخ كده والجمال والحلاوه بتبقى جميله جدا جدا. تتباع في المحلات غاليه جدا. اعملوها في البيت، اعملوها بالمكرونه الشرايط، بالاسباجيتا، بالاقلام، على المكرونه اللي انتوا بتحبوها ولا حسب الموجود عندكم. بس كده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش بشير ولايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.